شفت الحريق اللي حصل النهارده في اسكندريه؟ ما شفتش؟ طب يلا عشان احكي لك. النهارده كان في حريق صعب جدا حصل في محافظه الاسكندريه وتحديدا غرب العمريه بشارع البتروكيماويات، وقالوا ان السبب كان ان في هيش موجود ومخلفات موجوده بطول الشارع او بامتداد الشارع ده، والحاجات دي ولعت، ولكن لها للاسف الشديد امتدت بسرعه رهيبه جدا ناحيه الحضانه الموجوده طبعا غرب العمريه التابعه لاسم الشرطه. طبعا بعد تدخل الحمايه المدنيه ما كانش فيه اصابات بشريه، ولكن للاسف الشديد كان فيه اصابات بالغه ماديه. 91 مركبه يعني اتحرقوا، من ضمنهم 62 توك توك و9 تروسيكل اللي هو يعني التوك توك المكشوف دوت المفتوح، و20 عربيه و5 دراجات بخاريه. طبعا يعني الله يكون في عون الناس اللي كانت بتجمع الملمين اللي عشان خاطر تطلع الحاجات بتاعتهم، يعني ربنا يكون في عونهم ويعوضهم بقى خير عن الحاجات بتاعتهم اللي باظت دي او اللي اتحرقت. هو ممكن يكون نتج عنه مثلا ان في حاجات اتحرقت وحاجات لا، فطبعا الله اعلم ايه اللي بيحصل بالظبط هناك وايه، يعني ما نعرفش ايه السبب برضو، ولكن طبعا كل اللي اقدر اقوله الله يكون في عون الناس اللي ليها حاجات داخل الحضانه دي. سلام.